بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا. الفيديو الثاني، هذا الفيديو كلش مهم. اكو ناس تخوفك من تروح على ورشة تقول له اريد اتعلم لف الماطورات، يقول لك يا معود جابك على هاي الشغلة وهاي هيجي وهاي هيجي. بابا هي بيها جانبين. اذا انت عندك خلق طويل، عندك صبر، عندك حرص على سلامة الناس، تخاف الله، هاي الشغلات كلها لازم موجودة بيك حتى تطبب هاي المهنة. إذا هذني ما موجودات بيك فنصيحة لا تطبب هاي المهنة. المهنة الحمد لله والشكر صار لنا حوالي 25-30 سنة ما أتذكر، طبينا بيها بعشق ولحد الآن أعشقها. أحب دائما ألف الماطور بإيدي على هاي الخشبة اللي شايفيها دائما، ما أحب أستخدم الماكينة القالب. حلوة المهنة، حلوة تفيد الناس اللي عندها عوق، الناس اللي عندهم عجز معين، الناس اللي تعبانين وما يقدر يشتغل بأجواء مثل حارة شمس كذا. شغلتك قاعد انت والمحل والورشة ما يحتاج كبيرة، حتى لو نص هذا المحل مالتي اكو ناس بباب الشرجة عندهم ميز ويشتغلون لف. بصراحة اللف مربح وشغلتها حلوة وبيها نوع من الفن والذوق. على كل مرة أطول لكم هواية. أكو ناس من تدخل اللف أول أسئلة ببالهم شلون إذا جاني ماطور فارغ؟ يا أخوان العفو، أنا صار لي تقريبا 25 سنة يمكن لو مرة لو مرتين جاني ماطور فارغ. فأنت تخلي هذا الاحتمال اللي هو واحد بال10,000 هسه مو مشكلة، خليه يجيك والله كريم. احنا سوينا لكم برنامج، وانا ذاك اليوم جاني ماطور واشتغلت على البرنامج وراح والحمد لله. برنامج الذهبي ابحث عنه بالقناة مالتي، برنامج اكسل بسيط تعطيه حسابات معينة، طول المجرى، القطر، عدد الاقطاب، ويحسب لك شكو شيء مجهول بالماطور يحسب لك اياه. فهذا استبعدوه رجاء، هذا تتخلي من هسه تخلي معطلات قدامك. اللف سهل جدا لكن عندك المواصفات اللي حكيتها البدايه. زين، راح تقول لي اريد الف سرعه، ما يخالف يا اخي، هو السرعه مو فد معضله، بس صدقوني انا ب 25 سنه يمكن لفيت لا مره لا مرتين سرعه. ليش؟ لانه بصراحه نظام السرعه نظام فاشل. ليش فاشل؟ انا اقول لك. هم هسه ايش يسوون البردات الايرانيه؟ دا يسوي لك سرعتين. السرعة قسم من عندهم يسووها سرعة كاذبة. يعني شنو كاذبة؟ يعني ملف الرننج ويسوي ملف آخر فوقه حتى يربط على التوالي وياه حتى يتخنث الماطور، أو يسوي لك ماطور سرعة حقيقية. لازم شو يسوي لك؟ يسوي لك 4 أقطاب الماطور الاعتيادي مالنا السرعة الأولى، ويسوي 6 أقطاب رننج وستارت. يعني صار عندك باعتبار 4 مجموعات ملفات، 1400 رن، 1400 ستارت، 1000 رن، 1000 ستار. فراح يصير عندك سرعتين حقيقيه. زين عيني، ويستخدم مكثفات 2. فالعمليه هي مو صعبه، لكنها من تجي عمليا هي خطا. ليش؟ بالنسبه لنا ما توالمنا، احنا بالنسبه لنا يردون يشتغلون على المولده بالعراق. فمن تشتغل على المولده اذا شغلته على السرعه العاليه بالماطور الايراني يسحب 1.8/10، وهاي ما تصرف لهم الناس، يرجعون وين؟ على السرعه البطيئه اللي تسحب حوالي 9/10. فاحنا ايش نسوي؟ نسوي 1400 سرعته كلش قويه والامبير ماله 1 امبير. اذا اختصرنا العمليه بين هذا وبين هذا، فاعطيناك ماطور كفاءته عاليه ويشتغل على المولده. ولهذا ناجح العمليه. صار لي اكثر من 25 سنه الف بهاي الطريقه، ولف مختصر وما ياكل سيم تقريبا 3/4 الكيلو، وناجحه 100% العمليه، وما حد اشتكى من عنده لحد الان. ويمكن له اخوان هوايه يشتغلون على نفس الطريقه اللي اشتغلتها انا. على كل نرجع شلون انجح بعمليه اللف. اللف يراد له حسابات معينه وذكاء معين بالعمل. يعني اول شيء اتاكد من قياس السلك، الرننج، الستارت، قسته بالمايكرو، عرفته سجلته، حسبت الرننج والستارت ايضا سجلته، حسبت المجاري اللي قاعد بيها. وهن هسه بصراحه ماطور مبرده هذا
زين هو نفسه ماكو غيره، ماكو غير هذا الماطور، هو بدنا نشتغله سواء كان الصغير او الكبير. العمليه كل سهله وراح تتعود عليه مره مرتين ثلاثه تتعود عليه. زين القالب يكون قالب صحيح، يعني ما اسوي قالب كبير كلش وانا شارحها، يكون حاول اعيدها للذكرى يعني حتى الناس تتذكر. اذا كان عندي مثلا هاي المجاري القالب مالتي يفتر قريب عن المجاري، لا يكون فدنا بلي جوا هنا مثلا، او يكون فدنا بتماس شويه يبتعد عن يعني يحيط بيهن، هذا يكون قالبك الصحيح. زين بالجهتين طبعا. ورا ما اخذت القالب الصحيح لازم اعرف ايش قد اترك لي ملفات التقويم. عندنا بالنسبه لهذا الماطور مبرده نترك له 3. وراها نرتب الاسلاك، ننزلها كل مجموعه ننزلها نخليها تتقوس بصوره صحيحه. زين ما نخلي العوازل ناصيه ولا العوازل عاليه كلش بحيث تطلع صوت عندنا. العازل لا نخليه طويل كلش بالمجرى ولا نخليه قصير ضيق بحيث من قاعد السيم يسحب. هذني الشغلات ايش قد تشوفها تافهه لكنه توقف لك الشغل كليته وتخليك تكره الشغل، لانه اذا العازل مو صحيح راح يطخ السيم بالحديد يقوم ينتل وين تلقى النتله مالته. الصوت يطلع لك بالاخير اذا كانت العوازل عاليه صوت خرخشه مالت المايكه. يقوم الروتر يطخ بالسيم ويقطعه. اذا ضيق راح فدنه بيتوازن الروتر يطخ بيه، واذا عريض كلش راح يطخ بالبراغي المحيطه. فهي يراد لها نوع من الذكاء والتوازن، الممارسه تخليك تقدر تشتغل بصوره صحيحه. تطابق الروتر والستيتر، يجوز المصلح القبلك خطأان فتنتبه على الروتر والستيتر يكون المتطابقات بالقياس مالتهم. طبعا هاي المواضيع كلها حاكيها بس حتى اختصر لك اياها بشيء محدد. اذا كملت كل اجراءاتك صحيحه هذه تفحص توصيل الجسم ماكو نتله، هاي كلش مهمه، وتفحص الامبير مالته. الامبير اذا كان غلط رجاء لا تطل الماطور لان راح يحترق ويرجع لك، مو بس خساره عليك بس سمعتك تروح. فهاي فكر بالسمعه قبل الخساره. زين عيني. بنهايه هذا الكلام طبعا هذا اذا تسويه راح تنجح بعملك وراح مره واحده تضبط امورك، راح تجي كل امورك مضبوطه. السؤال هسه اللي اريد اسالكم اياه بنهايه الفيديو حتى اشوفكم شفتوا هذا الفيديو لو لا. السؤال عندك ماطورين، هذين الماطورين نفس القدره نفس الطول المجرى نفس الاسلاك نفس كل شيء. زين جيت اخذت قياساته واعداده لفيت هذا الماطور وسحب خلينا نقول 4 امبير على سبيل المثال، يعني هو الامبير ماله الحقيقي، بس من جيت لفيت اخوه ولفك صحيح وتشوف الماطور سحب امبير عالي وشغله غير صحيح. ما غلطان انت ومتاكد 100% وما عندك اي مشاكل. سؤالي ليش هذا اشتغل صحيح؟ ليش هذا؟ اعتذر لان انا ترى بالشارع نوبات يحجون تصوير رداءة التصوير هو هذا اللي نقدر نسويه، ما عندنا استوديو. نعيد السؤال ليش هذا اشتغل الماطور صحيح؟ ليش هذا ما اشتغل صحيح؟ مع العلم انت اعدادك صحيحه، قياساتك صحيحه، كل شغلك صحيح. ليش هذا الماطور سحب امبير عالي وما اشتغل صحيح؟ اريد جواب علمي لهذا السؤال. اسف على الاطاله. الغايه من اعاده هيج مواضيع حتى اللي ما شايف المواضيع القديمه يشوف هذا الفيديو ويشتغل عليه بصوره صحيحه حتى لا يوقع بمشاكل ومطبات. الشغل والله العظيم حلو وحبيته الى درجه صار لي تقريبا اكثر من 25 سنه. اللف حلو ويلهيك وباب رزق حلو، واتمنى تجاوبونا على السؤال اللي سالناه، واتمنى لكم التوفيق. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.